للأسف من أول 2025 هيبتدي قرار الجمارك المصرية يتطبق على الهواتف اللي جاية من بره مصر. يعني إيه الكلام ده؟ لأنه في كلام غلط كتير بيدور حوالين الموضوع ده. يعني لو أنت اشتريت موبايلك من محل داخل مصر أو من شخص والشخص ده كان مهربه، يعني ما عدهوش رسمي ودخله مصر، للأسف الموبايل بتاعك بيبقى السيريال بتاعه مش مسجل لدى مصلحة الجمارك، وبالتالي بيدوك مهلة 90 يوم يا تدفع 38.5% من قيمة الموبايل، يا إما موبايلك بيبقى لا يصلح إن هو يشتغل عليه أي شريحة سواء فودافون أو اتصالات أو أورنج. يعني من الآخر مش هتعرف تشغل عليه أي شبكة مصرية، وبالتالي في خدمات كتير جدا مش هتشتغل معاك. من الآخر مش هيبقى ليه أي فايدة. بالنسبة للناس اللي جاية من بره مصر، واحد مسافر بره مصر وجاي ينزل مصر، يعمل ايه؟ لو معاه الهاتف الشخصي بتاعه مش بيتفرض عليه اي رسوم، كل المطلوب منه ان هو بيعدي على موظف الجمارك بيديله الموبايل، بيسجل بس الاي ام اي اي اللي هو السيريال بتاع الموبايل عنده على الجهاز، وبالتالي الموبايل بيتعافى من الجمارك وبيتعافى من الرسوم اللي هتتفرض عليه. لكن طبعا لو الناس اللي جايه بقى من بره مصر جايبه تليفونات لاهلها وقرايبها والكلام ده، الوحيد اللي بيتعافى هو الهاتف الشخصي بتاعك. اما اي تليفون تاني تدفع عليه رسوم لحد 38.5% من قيمة سعره. بالنسبة للناس اللي اشترت موبايلاتها في الفترة الأخيرة وخايفة المكان أو الشخص أو المحل اللي اشترت منه يكون مهرب الموبايل ويكونوا اشتروه بالشيء الفلاني وكمان يدفعوا رسوم تاني، يعمل ايه؟ ده اللي هوريهولكم عن طريق التطبيق الجديد اللي هو تطبيق تليفوني اللي نزله الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. بتحط السيريال بتاع موبايلك عليه، بيوريك بقى الموبايل ده هل هيبقى عليه رسوم ولا مش عليه رسوم، عشان تضمن حقك ومحدش يضحك عليك اما تيجي تشتري منه موبايل. لانه للاسف ممكن الفترة الجاية ناس تشتري موبايلات وتتفاجئ ان الموبايلات دي عليها فلوس، ويروح بقى لحماية المستهلك يشتكي المكان اللي اشترى منه الموبايل ويحصل مشاكل كتير. فانت لو اشتريت جرب الطريقة اللي انا بقول لك عليها دي وان شاء الله ما يكونش عليه اي مشاكل. اما لو لسه هتشتري لازم تكون ضامن المحل اللي انت هتشتري منه عشان ما تلبست في مبلغ كبير. يلا بينا على طول نروح للتجربة العملية. اول حاجة بتيجي هنا عندك على البلاي ستور او على الابل ستور، هتلاقوني سايب لكم الروابط الرسمية في وصف الفيديو. هتلاقوا تطبيق اسمه تليفوني وتحته كلمة ماي نطرة، هو الجهاز تنظيم الاتصالات. فده تطبيق رسمي، هو ده اللي بتقدر تعرف منه الجهاز بتاعك مسجل ولا لا. اول حاجة بتعمل له تنزيل. بعد ما نزل التطبيق معايا زي ما انتم شايفين بتعمل له فتح، هتضغط هنا على ابدأ الان. دلوقتي بيقول لك ان انت ليك 8 محاولات استعلام. يعني ايه؟ يعني انت تقدر تستعلم بالسيريال بتاع موبايلك وموبايلات تانية بدون تسجيل دخول، لكن من اول المحاولة التاسعة لازم تعمل تسجيل دخول. كل المطلوب مني هنا ان انا باجي على الاتصال وبكتب نجمة شباك 06 شباك. فانا دلوقتي ظاهر لي رقمين اي ام اي اي 1 و 2. فانا عشان عندي مدخلين شريحة في الموبايل نسخته دلوقتي على التطبيق، وبعد كده الحمد لله ظهر لي غير مسجل وظهر لي بيانات الموبايل وظهر لي مفيش اي مبلغ مستحق. المفروض برضو برجع اكرر الخطوة دي على الاي ام اي اي 2 واشوف برضو هو مسجل ولا لا. واحيانا ممكن يبان لك غير مسجل لو انت عندك مكان الشريحة التانية فاضي، فحاول تعمل منها اي مكالمة وان شاء الله تبان لك مسجلة بعد الموضوع ده. اما بقى لو ظهر لك عليه فلوس هنا هتبقى المشكلة. دلوقتي هنا انا هرجع للصفحة الرئيسية. دلوقتي بقى فاضل لي 7 محاولات اقدر استعلم عن مثلا موبايل حد جنبي او حد من اهل بيتي بحيث اعرف عليه فلوس ولا لا. كل المطلوب منك هنا ان انت بتعمل تسجيل دخول. بيقول لك انت مصري ولا جنسية تانية، فاختار له هنا التالي. هنا بيقول لك اهلا سجل الدخول، هضغط هنا على افتح حساب جديد وبعد كده هضغط على سجل حساب جديد. هنا بيطلب منك ال 14 رقم ورقم المصنع اللي هو ايه، اللي هو بيبقى على البطاقة زي ما انتم شايفين في المكان ده. وبعد كده بيطلب هنا الاسم الاول للام، وبعد كده بيقول لك حل هنا الكابتشا اللي هي الارقام اللي ظاهره قدامك دي هتحطها زي ما هو كده في رقم التحقق، وبعد كده هضغط هنا على التحقق. بعد ما بعمل كل ده بيتفتح معايا الحساب وبقدر بقى من خلال التطبيق ادفع الفلوس. هما بقى هيوفروا طريقه الدفع على التطبيق يا اما بالفيزا يا اما هيقولوا لك تروح فين وتدفع الفلوس. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. انا عارف ان في ناس اتفاجئت ان موبايلاتها عليها فلوس وان الموضوع ده هيعمل مشاكل الفتره الجايه وانت بتشتري موبايل. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.